صدر اسم الفنان الجزائري أحمد فاتح محركات بحث عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان حمله وإنجابه لطفلة ليسجل بذلك اسمه كأول رجل عربي يخوض تجربة الحمل والولادة. أحمد فاتح المعروف أيضا باسم أحمد بالعيد هو فنان جزائري شاب يبلغ من العمر 28 عام، عاش في أوروبا بعد زواجه في عام 2023 من رجل أعمال يحمل جنسية عربية. بدأت قصته تثير الانتباه حين أعلن عبر حساباته الشخصية إنه حامل في شهره الأول، وقد استمر بتوثيق يوميات الحمل حتى ولادة طفلته مايا بعملية قيصرية أجريت تحت إشراف فريق طبي دولي متخصص في مونكو. وبحسب مصادر مقربة خضع أحمد فاتح قبل سنوات لعملية تحول جنسي جزئي احتفظ من خلالها بجزءه العلوي كرجل، بينما تم تعديل الجزء السفلي ليتيح له إمكانية الحمل. وبعد زواجه لجأ إلى استشارات طبية انتهت بإجراء عملية تلقيح صناعي تم خلالها زرع الجنين في تجويف خاص داخل جسده. في إحدى المستشفيات الفرنسية أنجب أحمد فاتح طفلته مايا بعملية قيصرية أثارت عاصفة من الجدل الطبي والديني والثقافي، ولم تمر سوى أسابيع قليلة حتى توفى أحمد في 23 مايو 2025 في ظروف قيل إنها ناتجة عن مضاعفات صحية خطيرة عقب الولادة، في حين لم تصدر جهات طبية رسمية توضيحا دقيق لسبب الوفاة حتى الآن. أشعلت قصة أحمد الفاتح موجة من ردود فعل غاضبة في حين اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي صادمة ومناقضة للقيم الدينية والثقافية خصوصا في